اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صيام 6 أيام من شوال في مشروعيته من جهة الأصل على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته، وهذا ظاهر قول الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد، جاء أيضا عن أبي حنيفة وغيرهم. وأما ما جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه كان يكره صيام يوم، في ظاهر قوله أنه ينفي ثبوت صيام صيام 6 أيام من شوال عن الصحابة، أو كون ذلك من العمل. يقول لم ندرك الناس ولا العلماء يصومونها، يعني يصومون 6 أيام من شوال. وهنا توجيه لبعض كلام الإمام مالك رحمه الله، فالذي يظهر أن مراد الإمام مالك أن العمل الذي كان الناس يعملونه ما كانوا يتواطؤون على تعمد صيام 6 أيام من شوال، وإنما كانوا يصومون في غيرها، فالحديث في ذلك ثابت، الحديث في هذا ثابت. ولو كان العمل مستفيضا في عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين كانوا يصومون ويظهر ذلك منهم ما خفي على الإمام مالك رحمه الله. وإذن ما الموقف من هذا الحديث الصحيح وفي قول الإمام مالك رحمه الله؟ ونعلم أن الحديث إذا ثبت لا حجة لقول أحد معه، ولكن نفي الإمام مالك في إدراكه الناس على مثل هذا الأمر. الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بقوله من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال أراد بذلك تعجيل الست وما قصد بذلك شوال بعينه، فهو قصد العدد وما قصد الشهر. وعلى هذا من صام بعد شوال 6 من الأيام، مثلا صامها في ذي القعدة أو صامها في ذي الحجة، هل أدرك الفضل أم لا؟ نعم أدرك الفضل، وفاته سنة التعجيل. وسنته في ذلك من جهة التعجيل هي ما ظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكره شوال، قال وصام 6 من شوال. ولهذا نقول أن صيام 6 أيام من شوال أفضل من صيام 6 أيام من ذي القعدة، لا في تحقق صيام الدهر ولكن في تحقق التعجيل. ومن أخر 6 أيام من شوال إلى ذي القعدة يكون كمن أخر الصلاة الفريضة عن أول وقتها إلى أوسط وقتها ونحو ذلك، والصلاة في أول الوقت أفضل. وعلى هذا من فاته شوال لم تفته الستة. ولهذا نقول إن ما جاء في النص من جهة مقصوده وأتبعه 6 من شوال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك التعجيل. من قرائن هذا التعجيل أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر وهو ب10 أشهر، و6 أيام يكون ب10 وهي 60 يوما، وهذا يتحقق في شوال ويتحقق في غيره. وهذا أيضا من القرائن التي يحمل فيها الخبر. ونقول إن نفي الإمام مالك رحمه الله أنهم ما كان يظهر منهم ذلك تعمد وقصد شوال بعينه، وإنما يحملونه على معنى التعجيل، فيكون الأمر في ذلك على الساعة. ويحتمل أيضا أنهم لكثرة صيامهم وتعبدهم ما كان يظهر منهم التعبد بالستة لخفائها في باب الطاعات، كالذي يكثر من الصلاة الضحى أو يكثر من صلاة الليل أو يكثر من النوافل، لا يدرى من صلاته ماذا يقصد من صلاة الضحى، أو ماذا يقصد من صلاة النوافل في بقية النهار أو بقية الليل لكثرة تطوعه وتعبده. فربما كانوا من أمر عبادتهم أن نوافلهم في ذلك لا يظهر منها قصد الستة بالعدد بعينها.